انت عارف ان اخطر عدو ليك مش الشيطان، وان اقرب طريق للجنة واقرب طريق للنار ممكن يكون جواك انت. ربنا سبحانه وتعالى اقسم في القرآن وقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كتير من الناس بتقرا الآية دي لكن قليل جدا اللي بيقف عند معناها. يعني ايه فألهمها فجورها وتقواها؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق النفس البشرية وبين ليها طريق الخير وطريق الشر. كل واحد فينا جواه صوتين، صوت بيقول له اصبر وسامح وصلي واتقي ربنا، وصوت تاني بيقول له اكذب وغش واظلم واتبع هواك. عشان كده تلاقي الانسان احيانا يبقى واقف بين قرارين، قرار يرضي ربنا وقرار يرضي نفسه وهواه. وهنا تبدأ المعركة الحقيقية، مش مع الناس ولا مع الدنيا، لا مع نفسك. النفس لو اتربت على الطاعة توصلك للجنة، ولو اتثابت للشهوات والهوى ممكن تكون سبب هلاك صاحبها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها مباشرة قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني فاز اللي طهر نفسه، وخسر اللي دفن الخير اللي جواه. المشكلة ان ناس كتير فاكرة ان اكبر خطر عليها من بره، لكن الحقيقة ان اخطر معركة في حياتك كلها هي المعركة اللي بتحصل جواك كل يوم، بين التقوى والفجور، بين الطاعة والمعصية، بين رضا ربنا ورضا النفس. كل ما نفسك تدعوك لذنب عايزك تفتكر الآية دي، وكل ما نفسك تكسلك عن الطاعة عايزك تفتكر الآية دي، لأن ربنا بين ليك الطريقين، وانت اللي هتختار طريق يرفعك وطريق يهلكك. في النهاية عايزك تسأل نفسك سؤال واحد: انا كل يوم بربي نفسي على ايه؟ على التقوى ولا على الهوى؟ كنت معكم الصحفي اشرف محمد، هستنى اراءكم في التعليقات، وما تنسوش تشاركوا الفيديو عشان غيركم يستفيد، واستنوني في فيديو جديد.